بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض النموذج بتاع السنه تانية اعدادي. برضو الفصل الدراسي الاول والزمن برضو ساعتين زي الفيديو اللي فات سنه اولى، وبرضو 3 نماذج لكل صف. تمام كده. ان شاء الله رب العالمين هنبدأ مع الرياضيات والسؤال الرابع، وبيقول لي تعالوا كده مع بعض يلا. بسم الله. بيقول لي إذا كان المثلث ألف باء ج مثلث قائم الزاوية في باء وألف ج ب20، فإن طول المتوسط الخارج من رأس القائمة. لأنه هو قال لي من الرأس ب، ورأس ب هو قال لي قائم الزاوية في مين يا ولاد؟ في ب. وبالتالي يبقى إذن هو يقصد متوسط خارج من رأس القائمة، يبقى طبعا بيساوي نص مين؟ نص الوتر. نص 20 طبعا كام؟ 10. طيب اللي بعد كده بيقول لي ميم نقطة تقاطع متوسطات المثلث ألف باء ج وألف ج وألف ميم ب10 سنتي. تمام كده. هو عايز مني ميم دال، يعني هو مديني الميم هنا يا ولاد نقطة تقاطع المتوسطات، وبالتالي فهي تقسم المتوسط بنسبة 1:2 من جهة القاعدة و2:1 من جهة الرأس. ده اللي احنا عارفينه. تمام كده. طيب هو مديني الألف ميم ب10، يبقى إذن الميم دال نص 10، يعني بكام يا ولاد؟ ب5. طيب تمام. مثلث متساوي الساقين قياس زاوية رأسه ب100، يبقى مجموع الزاويتين التانيين كام يا ولاد؟ برافو 80. فإن قياس إحدى زاويتي قاعدته، طبعا هو قال لي متساوي الساقين، يعني الزاويتين التانيين اللي ب80 متساويتين في القياس يا ولاد، وبالتالي أي واحدة منهم عبارة عن 80 على الاتنين يعني ب40. تمام كده. ورقم 4 بيقول لي في مثلث ألف باء ج، إذا كان قياس الزاوية ألف بتساوي 75 درجة وقياس الزاوية باء ب55، فبيقول لي عايز علاقة ما بين باء ج والألف ج. احنا لو بصينا للباء ج بنلاقيها هي بتقابل الزاوية كام؟ 75، والزاوية 75 ديت طبعا أكبر من ال55، وبالتالي الألف ج بيقابل الباء، يبقى الباء ج أكبر من الألف ج، لأن طبعا كل الزاوية الأكبر بقابلها ضلع أكبر. طيب هنا بيقول لي المكعب الذي حجمه 27 بتكون مساحته الكلية بتساوي كام يا ولاد؟ طبعا الحجم معناها لام 3 أو لام أس 3، عشان بس نكون عارفين لام أس 3. أنا عايز منه لام بس، لا خلينا هنمسحها كده معلش. أنا عايز لام بس. تمام. أنا عايز إيه؟ أنا عايز لام بس. فلام بس هتبقى الجذر التكعيبي لل27، يعني كام؟ يعني 3. طب هو عايز المساحة الكلية، المساحة الكلية 6 لام تربيع، 6 لام تربيع، وبالتالي 6 في كام؟ في 9، يعني بكام يا ولاد؟ ب54. طيب إذا كان في رقم 6 بيقول لي الفترة س عبارة عن 1 و3، طبعا فترة مغلقة، والفترة ص نصف مفتوحة 2 و5. أنا عايزة أكد بس قبل ما أشوف هو طالب مني إيه، إن معنى إن القوس ده مقفول كده أو مغلق إن الواحد بينتمي معايا للفترة والتلاتة هنا بتنتمي للفترة، لكن القوس المفتوح بالشكل ده يا ولاد معناه إن الاتنين مش موجودة معايا في صاد. الاتنين مش موجودة معايا في مين؟ في صاد. لكن طبعا الخمسة مقفولة فهي موجودة معايا. انا الفترة ديت باخد من اول الاتنين لعند التلاتة، والاتنين مفتوحة زي ما قلت. ليه مفتوحة؟ لان التقاطع معنى العناصر المشتركة، والاتنين مش موجودة في صاد، فبالتالي مش هتاخدها ضمن العناصر المشتركة، ولذلك هيكون عبارة عن الفترة المفتوحة 2 وكام؟ و3. برافو عليكم. طيب إذا كانت النقطة 3 و1 بتحقق العلاقة س زائد ص بتساوي كاف. طبعا كلمة تحقق العلاقة معناها ان انا لما بشيل السين وبشيل الصاد فالمعادلة صحيحة 100% معايا، او العلاقة صحيحة 100% معايا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هحط السين هنا ب3 والصاد ب1، هتكون الكاف بكام يا ولاد؟ برافو ب4. تمام كده.
طيب الوسط الحسابي للقيم، الوسط الحسابي للقيم هنستخدم فيه الآلة الحاسبة، وهنبدأ نقول 10 هنجمعهم كلهم زائد 9 زائد، ها يا ولاد، زائد كام؟ زائد 5، تمام، زائد 7، تمام، زائد كام يا ولاد؟ زائد 9، تمام كده. طبعا هنا بتدينا 40. الوسط الحسابي مع عبارة عن مجموعهم على عددهم، مجموعهم على عددهم. هما كام قيمة يا ولاد؟ 1 2 3 4 5، 5 قيم، يبقى على 5 بتساوي كام؟ 8 اهي، تمام كده. هناخد ال8. يلا بينا كده على النموذج رقم 2، وناخد برضو رابعا الرياضيات، تمام كده. يلا هنا برضو الوسط الحسابي هنعملها بنفس الطريقة على الآلة الحاسبة برضو، وهنجمع، تمام كده. ها 6 هيبقى 6 زائد 10 زائد 10 زائد 9 زائد 9، تمام، زائد 8 زائد 7. ها دي كده كل القيم يا ولاد ولا ناقص حاجة؟ تمام، كل القيم يا ماس، يبقى بتساوي كام؟ 40 على العدد برضو يا ولاد، 1 2 3 4 5، يعني برضو على كام؟ على 5، برضو هتساوي القيمة كام يا ولاد؟ 8. طيب بيقول لي ميم نقطة، ميم نقطة تقاطع متوسطات المثلث، اللي هو مين؟ ألف باء جيم. نلاحظ إن المثلث قائم الزاوية وعلامة القايمة محطوطة، خدوا بالكم من الرسمة كويس قوي، تمام كده. الباء جيم ب24. طيب ما هي الدال في منتصف باء جيم، والألف دال متوسط خارج من رأس القائمة، معنى كده إن الألف دال بكام يا ولاد؟ ب12 سنتي، صح كده؟ ما هي الباء جيم بكام؟ ب24، يبقى دي ب12 سنتي. 12، واحنا اتفقنا ان نقطة تقاطع المتوسطات بتقسم المتوسط بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس، أو 1 إلى 2 من جهة القاعدة. فببدأ أقسمها بقى، يبقى ده الميم ب4 والميم ألف بكام؟ ب8. هو عايز مني مين؟ ده الميم، يبقى ب4. طب الألف باء جيم مثلث قائم الزاوية في باء ألف جيم بيساوي 10 سنتي، قياس الزاوية جيم ب60. واخدين بالكم؟ ها الألف جيم ده وتر، لأنه قائم الزاوية في الباء، تمام كده. طيب الجيم ب60، هو عايز مني طول مين؟ باء جيم. باء جيم يبقى الزاوية المناظرة ليه مين يا ولاد؟ الألف، برافو. طب ما هي الألف عندي ب30 درجة، صح كده ولا إيه؟ بما ان الجيم ب60 يبقى الالف ب30، معنى كده ان الباء جيم عبارة عن الضلع المقابل للزاوية 30، يعني نص الوتر على طول، تمام كده، يعني ب5. المثلث الذي فيه قياس زاويتين 55 و70 يكون مثلث، هيكون مثلث ماله؟ هنشتغلها برضو بالآلة الحاسبة. هيبقى انا عندي كده زوايا المثلث كام؟ 180. هقول له 180 ناقص، وافتح قوس، هاخد مين؟ 55، تمام كده يا ولاد، زائد 70 اللي هما الزاويتين الموجودين عندي، واقول له يساوي، ها طلعت كام يا ولاد؟ 55. معنى كده ان المثلث دوت ماله؟ متساوي الساقين. طيب الأطوال التي تصلح أن تكون أطوال لأضلاع في مثلث، الأطوال التي تصلح أن تكون أطوال لأضلاع في مثلث، أحسبها إزاي؟ أولا القاعدة الأساسية إن مجموع أي ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث، دي كده متباينة المثلث، مجموع أي ضلعين في المثلث أكبر من الضلع الثالث. فباجي للمجموعة الأولانية اللي هو مديها لي، بلاقي 1 و1 2 بتساوي الضلع الثالث، يبقى مرفوضة. باجي للمجموعة التانية، 1 و1 2 أقل من الضلع الثالث، غلط طبعا. باجي بعد كده 1، تعالوا كده 1 و2 هيبقى 3 أكبر من الضلع، طب تمام، و4 مظبوط كده، ها، و2 و2 4 أكبر من الضلع التالت، تمام، و1 و2 3 أكبر من الضلع التالت، يبقى إذن هي
عبارة عن الجيم. طب تعالوا نشوف الدال كده. إيه مشكلتها؟ ان 2 و2 ب4، طبعا مش اكبر من الضلع التالت، اقل منه. تمام. تاني، ايه القاعدة او القاعدة المبدأ اللي بمشي عليه عشان اثبت ان اطوال اضلاع مثلث؟ ان مجموع اي ضلعين اكبر من الضلع التالت. مجموع اي ضلعين اكبر من الضلع التالت، اللي هي متباينة المثلث يا ولاد. طيب المكعب الذي طول حرفه 3 بيكون حجمه كام؟ ببساطة شديدة احنا لسه قايلين المكعب يعني لم أس 3، وهو هنا طول حرفه 3 يعني 27. خلصت. إذا كانت س بالفترة المغلقة أو نصف مفتوحة 1 و3، تمام، وقصاد فترة مفتوحة 2 و5، عايز التقاطع ما بينهم. اولا التلاتة مش موجودة في الاولى، صح كده؟ صح كده ولا ايه؟ تمام. وهنا الاتنين برضو مش موجودة في التانية، وبالتالي انا ممكن اخد الاتنين مفتوحة والتلاتة لازم تكون مفتوحة. 2 مفتوحة والتلاتة لازم تكون مفتوحة، لان انا باخد التقاطع يا ولاد، باخد الايه؟ التقاطع. والتقاطع دي يعني العناصر اللي موجودة هنا واللي موجودة في الفترة الاولى وموجودة في الفترة التانية. تمام كده. طيب إذا كانت السين ب4 و2 والصاد ب4 و6، فإن ميل س صاد، ميل المستقيم فرق الصادات على فرق السينات يا ماس. طب تعالوا يلا نشوف. 6 - 2 هتبقى ب4. بصوا كده، فرق الصادات على فرق السينات، يعني 6 - 2 على 4 - 4 بصفر. واخدين بالكم؟ يعني طلعت 4 على 0 يا ولاد. يعني ايه؟ يعني هنا الميل ايه؟ غير معروف. الشاطر اللي يقول لي الميل ده بيكون شكله او المستقيم ده بيكون شكله عامل ازاي يا ولاد؟ برافو، موازي لمحور الصادات. موازي لمحور الصادات، لان في ايه؟ السين ثابته. السين ثابته. تمام كده. يلا بينا على الامتحان التالت يا ولاد، ورابعا الرياضيات. تمام. هنا عايز الوسيط لمجموعة القيم ديت. طبعا كلمة الوسيط يعني أرتب واخد القيمة اللي في النص، أرتب واخد القيمة اللي في النص. فأنا هنا هبدأ الترتيب ب 2 وبعدين 5 وبعدين 7 وبعدين 9 وبعدين 13، وبالتالي القيمة اللي في النص هتكون مين يا ولاد؟ السبعة. تمام كده، هتكون الايه؟ السبعة. طيب مين نقطة تقاطع متوسطات المثلث أ ب ج؟ وعندي د ج كله ب12. د ج ب12، فإن ج م هيكون بكام؟ ما هي ميم نقطة تقاطع متوسطات، معنى كده ان الجيم دال متوسط. الجيم دال ماله؟ متوسط. يعني انا بقسم ال12 بنسبة 1/2، بنسبة 1/2، زي يعني نفس التمرين اللي فات تقريبا يا ولاد، نفس التمرين اللي فات. وبالتالي هيكون الدال ميم ب4 والميم جيم بكام؟ والجيم ميم ب8. تمام، عشان ال12 بقسمها على ال3 وبحط على الدال ميم وبضرب في 2، يبقى كام؟ مظبوط كده. 12 على 3 فال4 اضرب في 2 يبقى ب8. هو عايز مين؟ جيم ميم. تمام كده، يبقى 8. لو عايز ده الميم يبقى ال4. تمام كده. يلا بينا على رقم 3، وبيقول لي أ ب ج مثلث فيه أ ب ب3 وأ ج ب7، وعايز مني الباء جيم بتنتمي للفترة ايه، او المفروض يكون الضلع الثالث شكله ايه، او باخد القيم ايه. طيب تمام. اولا انا عايز اشوف انا همشي على ايه، او مبدئي هنا في المسألة ديت، او الفكرة اللي انا هشتغل بيها ايه في المسألة ديت. اولا الفكرة بتقولي ان الضلع الثالث اكبر من الفرق بين الضلعين الاخرين واقل من المجموع. خدوا بالكم من المتباينة ديت. تاني، الضلع الثالث ده هيكون اكبر من الفرق، يعني 7 ناقص كام؟ 3 ب4، واقل من المجموع اللي هي 7 و3 كام؟ 10. وخلي بالكم مفيش تساوي، يعني دي مفتوحة ودي مفتوحة، فبالتالي هتكون الحل ايه؟
هياخد الفترة او هياخد قيمة من الاربعة للعشرة. تمام كده، في الفترة من 4 ل10. وطبعا ما ياخدش قيمة الاربعة ولا هياخد قيمة العشرة، خدوا بالكم من دي. طيب في المثلث ألف باء جيم قياس الزاوية باء ب90 والجيم ب30 والألف جيم ب10. طبعا من غير ما اتحرك كده وقبل اي حاجة، الألف زي ما اتفقنا هتكون بكام؟ الألف ب60. هو عايز مني ألف باء، الألف باء مقابل للزاوية مين؟ جيم. الزاوية جيم بكام؟ ب30. ها، افتكرتوا؟ لسه حالين زيها بالظبط. يبقى الألف باء نص الوتر. الألف باء ضلع مقابل للزاوية 30، يبقى نص الوتر هي نفسها. طيب في المثلث س ص ع إذا كانت قياس الزاوية س ب50 وصاد ب60، هو عايز مني س ص علاقتها ايه بصاد ع؟ اولا س ص بتقابل الزاوية مين؟ انا بشوف النقطة اللي ناقصة عشان يكمل المثلث. هنا س ص يبقى هي مقابلة للعين. الله، طب ما هي قياس العين مش هنا يا مس؟ لا، ما احنا اتعودنا بقى خلاص، من 180 العين هتساوي 70. تمام كده، يبقى انا عندي دلوقتي العين قياسها كام؟ 70 درجة يا ولاد. دي حاجة. الحاجة التانية هو عايز صاد عين. صاد عين يعني بتقابل الزاوية س، وبالتالي س صاد هتكون اكبر لانها مقابلة للزاوية 70، لكن الصاد عين مقابل لزاوية كام؟ 50. تمام كده. طيب حجم الكرة التي طول قطرها 6 سنتي. اولا حجم الكرة عبارة عن 4/3 باي نق تكعيب، وانا القطر عندي ب6 يعني النق ب3. تمام كده، يعني بيساوي 4/3. لما نحسبها بالايه؟ بالآلة الحاسبة. يبقى انا عندي كده بصوا 4 فوق على 3. تمام كده يا ولاد، 4/3 في النق تكعيب هيبقى نص ال6 3 يعني 27. 36. في ولد بيقول لي يا مس انت نسيتي الباي. لا يا حبيبي، انا مش رضيت احسب الباي لان هو جايبها هنا بدلالتها، فهتبقى عبارة عن 36 ايه؟ 36 باي. تمام كده. طيب انا عندي الفترة المغلقة 2 و5، بيقول لي فرق الاتنين، يعني بيقول لي شيلي لي الاتنين من الفترة ديت. معنى اشيل الاتنين من الفترة ديت يا ولاد زي ما انا قلت نفتحها. يبقى اذا هتديني فترة الاتنين مفتوحة فيها والخمسة مقفولة وهي رقم ب. تمام كده. طيب اخر مسألة معايا بيقول لي اذا كان المستقيم المر بين نقطتين بيوازي محور السينات. يوازي محور السينات، واول ما قال يوازي محور السينات انا عارفة ان في ولد شاطر قال لي يا مس يبقى البسط بتاع الميل بصفر، يعني 7 ناقص كاف ب0، يعني الكاف بكام؟ ب7. برافو عليك يا حبيبي. طبعا اللي عندي هنا كده انا خلصت ال3 اختبارات اللي خاصين بالوزارة، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون لسنة 3 اعداد.